عرفتوه؟ هذا اللي انا كنت خايف منه، وهذا اللي انا كنت متوقعه وما بدي يصير، وهذا اللي ما كنا متفقين عليه ابدا. فتح جبهه من لبنان، وجبهه من عزة، وجبهه من اورشليم، وجبهه من الدنفة، ويمكن كمان تلحقهم الاردن. 100 صاروخ في لمح البصر طلعوا على شمال مدينة اسرائيل من لبنان. والله غنى كل خرا رسمي. يلا يا حبيبي خلصوا حالكم هالجيل. كل هذا علشان شو؟ علشان شوية سفلة كلاب أولاد وسخة من المستوطنين مش قادرين تمنعوهم من استفزاز مشاعر المسلمين ودخول الأقصى. كل هذا عشان جنودنا الكلاب اللي 99% منهم تغوزوا عقب من الموجودين في القدس بيعتدوا على المعتكفين والمغابطين والمغابطات وبتاخدوهم من الأقصى. كل هذا علشان عن جهية ابن المغا الوسخة بن غفير وحيوانة نتنياهو. ومين اللي راح ياكلها في الآخر؟ احنا والمواطن الإسرائيلي الغلبان اللي عايش واللي قاعد في بيته في أمان. اما اللي عقبدوا على المصلين وضربوهم بطريقه وحشيه واللي اقتحموا الاقصى من زغان المستوطنين واللي اعطاهم الاوامر زمانهم دخلوا زي الفيران وتخبوا في الملاجئ. اسرائيل على حافه الانهيار. يا مواطنين مدينه اسرائيل كرمال حياتكم ومصالحكم انزلوا للشوارع الان وطالبوا رئيس الدوله وكل كبار الدوله باقاله نتنياهو بن غفير قبل ما تموتوا ونموت كلنا.